تعلمون أن سعادة المؤمن، سعادة طالب العلم بالخصوص، أن يكون بين يديه دائما كتاب الله جل وعلا وصحيح البخاري وصحيح مسلم. فلا بد أن يكون طالب العلم معه كتاب الله جل وعلا، لا يتخلف عن ختمه ولو كل شهر مرة، ومعه البخاري ومسلم لا يتخلف عن ختمهما ولو في السنة مرة. هذه رأس المال، رأس مال أهل العلم، الكتاب والسنة المتلخصة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الذي يغفل عن القرآن هو سيغفل عن البخاري ومسلم من باب أولى. والإمام أحمد حافظ، إمام حجة في حفظه، دقيق مراقب، قال كان يحفظ من الحديث مئات الألوف، وكان يسأل الله جل وعلا أن يحفظ القرآن بجودة. يقول الإمام أحمد: ولم أقل في عافية، أسأل الله أن يحفظني القرآن ولم أقل في عافية. يقول: فما حفظته بجودة إلا في السجن.